الناس اللي بتحب المشروم الفيديو ده هديه مني ليكم، والناس اللي ما بتحبش المشروم سكرول الفيديو ده مش بتاعك. اول حاجه هنحتاجها في الفيديو ده طبق، وهفرجك دلوقتي على اول نوع مشروم اللي انت اصلا بتشوفه كتير جدا وده المعتاد في المشروم بتاعك. ده المشروم الابيض، هنقوم حاطينه هنا كده. وكالعاده اكيد انا مش جايبك ومقعدك قصادي علشان خاطر افرجك على المشروم الابيض المصري، لا، المره دي كمان انا جايب لك مشروم بورتوبيلو المصري. نحط الحبه البورتوبيلو جنب الحبه الابيضيلو. خلصنا؟ لا. طيب تاخد معايا الايستر مشروم او المشروم المحاري. شايف شكل الايستر مشروم عامل ازاي؟ اتقل، هفرجك على كل حاجه بالتفصيل. نحط بس ايه الايستر ده كده عشان هو اصلا بيتلكك، نحطه هنا كده جنب الابيض. خلصنا؟ قول انت. هقول لك انا، فاكره انت البورتوبيلو المصري اللي هو ده؟ اه. جايب لك انا بقى ايه البورتوبيلو المستورد. هفرجك على كل حاجه بالتفصيل. شوف بس انت كده البورتوبيلو المستورد نحطه جنب اخواته اهو. مش هقعد انا بقى كل شويه اسالك خلصنا ولا لا. اتفرج معايا على مشروم تشيمجي الابيض، شايف شكله عامل ازاي؟ خلصنا؟ قول انت بقى مكانها. لا، تعال اتفرج معايا على مشروم تشيمجي البني، شايف شكله عامل ازاي؟ نحطه جنب اخواته. البتاع ده عبيط جدا. في اللحظه دي تقول لي خلصنا، اقول لك خلاص خلصنا. اتفرج كده معايا الاول على طبق المشروم الجامد جدا ده. سمي كده وصلي على النبي واتفرج معايا على اصناف المشروم الحلوه جدا 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 دي. بص، هو الفيديو النهارده هيكون مختلف شويه. فكره ان انا ادوق المشروم فاحنا كده بنضحك على بعض، لان المشروم اغلب الطعم اللي فيه بيكون طعم فلات، يعني حاجه كده ما تقدرش تحكم عليها بالطعم وهو لسه ني. فاحنا هنحاول نختصر اللي احنا عايزين نعمله ونشوف كده ننقي كام نوع، نشوف الفرق بينهم في الطعم، بس هيكون مطبوخ. المهم تابع الفيديو للاخر واحده واحده كده، ايه نقول الفروق الاولانيه بين انواع المشروم دي. المشروم الابيض العادي ريحته ضعيفه جدا جدا، وده شكله عن قرب. شايف شكل المشروم العادي عامل ازاي؟ وده شكله من ورا. بص كده شكل المشرومات بيبقى عامل ازاي. طيب المشروم الابيض ده مشروم مصري. نتنقل من المشروم الابيض المصري للمشروم البورتوبيلو المصري. شايف شكله عامل ازاي؟ وادي شكله من ورا اهو. برضو المشروم البورتوبيلو المصري ليه ريحه بس ضعيفه جدا، تقدر تقول عليه ملوش ريحه. حلوين حلوين. تعالى بقى بص كده ايه على الدلع والكلام الحلو اللي جاي ده. ندخل على الاويستر ولا على البورتوبيلو المستورد؟ بورتوبيلو. البورتوبيلو المستورد. ندخل بقى على الشيمجي. بص مشروم الشيمجي ده رهيب رهيب. بص شكله عامل ازاي. انا عايزك كده تركز في تفاصيل المشروم. خد بالك على فكره هو ضعيف جدا، يعني هو من تحت زي ما يكون ممسوك كده مع بعضه، بس هو يعني ايه مش ممسوك خالص، هو بيهزر يعني انا لو مش ماسكه هوب هتلاقيه كله اتفرفط وبقى ايه زي الحبايه دي كده. بص من فوق شكله عامل ازاي. ريحه خميره، وخميره مركزه جدا جدا جدا. ها ناخد الشيمجي البني ولا الاويستر ولا البورتوبيلو؟ الاويستر. ناخد الاويستر. خد بقى ايه الشيمجي البني. خدنا الابيض ناخد البني. بص ده بقى ايه، ده مش مستحمل ومش ماسك نفسه خالص. بص شكله عامل ازاي. بالنسبه لي في الشكل هو مميز اكتر من الشيمجي الابيض، بس الاثنين تقريبا واحد. بص شكله عامل ازاي. بص برضو من تحت. بورتوبيلو ولا اويستر؟ بورتوبيلو. بورتوبيلو. خد بقى الاويستر. بص عشان عدو نفسه. الاويستر ليه شكل مختلف خالص. بص شكله من ورا عامل ازاي. تحس ان هو عامل زي السربنتينه بتاعه التكييف. معلش يعني ما خلاص، ما انا من كتر ما انا بدفع فلوس في تصليح تكييف العربيه طبعا على دماغي. شبه الملفيه يا ابني. شبه الملفيه. السربنتينة دي. بص ده الفرق بين دماغ الستات ودماغ الرجاله. احنا دماغ الرجاله هتلاقي فيها سربنتينه، هتلاقي فيها مصاريف مدارس، هتلاقي فيها الكلام ده كله. انما الستات ملفيه، مانيكير، باديكير، سكلابير، اي حاجه فيها اير. ماشي. المهم ما علينا. بص بقى شكله عامل ازاي من قدام. ها هناخد بقى البورتوبيلو ولا هناخد ايه تاني؟ بورتوبيلو. البورتوبيلو ما فيش غيره اساسا. خلاص احنا مش هنقول اصلا الفيديو ده. بورتوبيلو ده من ايطاليا؟ بورتوبيلو لا، هنقول كل حاجه، هنقول كل التفاصيل. بص انا خليته للاخر مش عشان ارخم عليها، لا انا ليا هدف. ده شكل الاثنين مشروم بورتوبيلو جنب بعض. ادي البورتوبيلو المستورد تحت والبورتوبيلو المصري فوق. شايف شكلهم عامل ازاي. الشكل طبعا من فوق مختلف جدا لان ده عريض وكبير وده مكبب وصغير زي المشروم الابيض المصري. بص بقى لما تيجي تلف الورق تعالى كده، بص لما نيجي نلفها من ظهرها هتتفاجئ. انا مراتي على فكره اول مره تشوفهم من الظهر، طبعا على وشها علامات استبهلال وانبهال، وبص الدنيا بايظه معاها. البورتوبيلو المصري عادي جدا مقفل زي الابيض المصري، انما البورتوبيلو المستورد بص من ورا عامل ازاي، عامل برده زي سربنتينه التكييف. بص عامل ازاي، وليه ملمس غريب جدا. وغير الملمس بص انا هوريك حاجه بقى حلوه قوي. لما نيجي نمشي صباعنا كده بيطلع لون زي ما يكون لون فحم كده. ده بقى ملوش ريحه خالص، ولا ريحه ضعيفه ولا مش ضعيفه، ده على الله حكايته ابيض يا ارض. بص دي واحده كانت متكسره،
بص الحتت اللي انا بقول لك عليها، بص عامله ازاي، شايفها عامله ازاي؟ سبحانك يا رب، لله في خلقه شؤون. قبل ما ندخل على الجزء الثاني في الفيديو، خليني الاول اقول لك ان المشروم في منه انواع كتيره جدا في العالم. اصل المشروم بينمو في الغابات في كل مناطق العالم، في الغابات وفي مناطق العشبيه بينمو بطريقه ربانيه لوحده بدون اي تدخل من البشر. خليني اقول لك في البدايه ان العلماء اتفقوا ان المشروم ده هو عباره عن نباتات غير خضراء، لكن بعد كده مع تطور العلم واكتشاف انواع من المشروم سامه وغير صالحه للاكل، وانواع تانية صالحه للاكل زي اللي في ايدينا دي، تم تصنيف المشروم على انه مملكه مستقله في عالم الاحياء. الطبق اللي قدامي ده كان هيبقى ناقصه نوع مشروم اسمه مشروم اينوكي، وكده كان هيبقى عندنا اكتر انواع مشروم شيوعا في العالم. تقول لي طب ما جبتش مشروم اينوكي ليه؟ هقول لك دخت عليه السبع دخات وربنا ما لقيته. اعتبر ان انا جبته لك، وكده كده لو قلبت في الفيديوهات القديمه هتلاقيني كنت عامل بيه اكل قبل كده. وعلشان ما ازعلكش يا سيدي، ادي شكل المشروم الاينوكي، بصوا ملي عينك منه كويس. انا ما اعرفش اللي انا هعمله ده صح ولا غلط، بس يلا بينا تعالى كده اما نجرب ندوق حته من كل واحد وهو لسه ني، ونشوف يمكن يكون انا حكمي غلط ويكون ليهم طعم مختلف. بسم الله. لا فكره فاشله. لا لا يعني يوم ما ابدا بالصعب جدا ده، لا اعتبرني ما قلتش حاجه. احنا يعني بص هنيجي نطبخ دلوقتي عشان الفيلم ده كده مش هيمشي معايا، بتاع طعمها صعب جدا. تعالى دلوقتي نعمل اكله سريعه هنستخدم فيها مشروم البورتوبيلو المستورد. هتجيب طاستك الجميله تاني وتنزل بيها على النار، اول ما تتاكد ان هي سخنت تنزل بسنه زيت زيتون، وتبدا تنزل بحته اللحمه حته ورا التانيه مش كله فوق بعض، علشان احنا عايزين اللحمه كلها تاخد صدمه زي بعضها. تنزل برشه ريحان وده اختياري، اللحمه خدت صدمه تقوم نازل بيها على الجنب التاني وحتتين الزبده الحلوين بتوعك، ترفعها من الطاسه، كل ده في مده ما تجيبش ال5 دقائق. تنزل بعد كده بالبورتوبيلو المستورد المتقطع وعليه الزبده والثوم، وتقلب كل ده مع بعضه. اول ما المشروم يوصل عندك للون ده، تنزل عليه بشويه كريمه لباني حلوين زي ما انت شايف كده بالظبط. لو حبيت تخفف هتنزل بشويه ميه من بتاع المكرونه، توصل للقوام اللي انت عايزه، هتقوم مرجع اللحمه تاني جوه الطاسه، تديها تقليبه وتعلى بالطعم قوي، تقوم مديله رشه جبنه بارميجان، ملح وفلفل اسود، وكده انت تمام وخلصت. ايه الهوبا؟ بسم الله. نبدا برضو كالعاده بالمشروم. هنا الملمس بتاع المشروم مختلف خالص، لو انت حد مغمى عينيك وارد جدا تفتكر ان المشروم ده حتت لحمه. انا بحب اللحمه تبقى ميديوم ويل، هي هنا كمان علشان خاطر دخلت في وسط الصوص فدخلت فوق الميديوم ويل بسنه. حته اللحمه الفينيتو بتحس ان انت بتاكل حته مارشميلو مش لحمه، حاجه عظيمه جدا. والاكله اللي جايه دي هنستخدم فيها مشروم شيمجي الابيض والبني. طاسه كمان وتنزل فيها بشويه زيت زيتون يسخن، تقوم نازل فيه بشرايح البانيه وتقلب لغايه ما الفراخ كلها تاخد لون كده من كل حته، تشيله على جنبه، وفي نفس الطاسه تنزل بحته زبده حلوه والشيمجي مشروم. انا خدت من اللونين، تبدا تقلب وممكن تحط شويه زبيب اختياري زي ما انا عملت كده دلوقتي. المشروم اتحمص وخد لون، تقوم نازل عليه على طول بالكريمه اللباني وتقلب، ولو حبيت تخف القوام بتاعه هتنزل بميه مكرونه او بلبن، توصل للقوام اللي انت عايزه هتقوم نازل تاني بالفراخ اللي انت شلتها من شويه، وتقلب كله في بعضه وتعلي التيست وتوصله للسما برشه جبنه بارميجان. قلب كل ده مع بعضه واديله ملح وفلفل اسود، وكده انت برضو خلاص خلصت. يلا بينا. بص الموضوع هنا بيتكلم، المكرونه مع الفراخ مع المشروم مع شويه الحاجات اللي احنا حطيناهم عامله شغل فوق العالي بشويه. بسم الله. ناخد كده المشروم لوحده. في يعني بصي في مزاج، وتعلي بقى المزاج بشويه ايه، جبنه بارميجان زي كده. طب اروح فين؟ طب اقول ايه؟ الاكله اللي جايه دي هنستخدم فيها مشروم الايستر. هتقوم جايب طاسه وتملاها زيت، واول ما تتاكد ان الزيت سخن هتنزل فيها بالايستر مشروم. طبعا احنا هنكون حاطينه قبلها ببيض وبقسماط، تتاكد ان الجنب الاولاني خلاص استوى، تقوم قلبه على الجنب التاني، وكده يا معلم خلاص بقى عندك مشروم ولا اجدعها فراخ بانيه. شايف شكله بقى عامل ازاي؟ طبعا ده يفضل ان احنا ناكله مع حاجه زي ايه، صوص الفلفل الحار بالثوم ده. يا عيني على الصبر. بسم الله. لما نقول كلمه رهيب هنا تبقى قليله. تقول لي ليه مش هتستخدم المشروم الابيض او البورتوبيلو المصري؟ اقول لك كده كده انت بتشوفهم في السوبر ماركت كتير، هاتهم انت وعيش بيهم حياتك في اي حاجه. طب ليه هما بقى دايما موجودين والحاجات التانية لا؟ لان الحاجات التانية دي سعرها غالي جدا، يعني انت بتتكلمي دلوقتي لما نيجي نقول في قصه الاسعار، ده متاح وهاخد منه نفس الفايده اللي هاخدها في ده، وده متاح وعادي جدا ارخص كمان من ده، فلما تيجي تقارني بقى مستوى الاسعار بين ده وبين ده او ده، فلا خلينا طبعا في الابيض المصري، او اللي ما تحرقلناش بقى الدنيا بقى.
ما تبوظلناش بقى الكلام. تعال اخدك معايا في رحله سريعه لفوائد المشروم بشكل عام. بس قبل ما اقول لك على الفوائد خليني اقول لك ان اللحمه بقت غاليه جدا. لما يجي حد يقول لك ازرع لحمه، صعب تزرع لحمه، لكن سهل جدا تزرع مشروم في البيت. المشروم بديل بروتيني قوي جدا، ومش معنى كده ان انت ما تاكلش لحمه، لا، انا بحاول اديك حلول بديله او كمان اديك قيمه غذائيه زياده ممكن تحطها على اللحمه. المشروم ده انت ممكن تحطه على لحمه، على فراخ، على بيض، تاكله زي ما هو كده مع شويه توابل وشويه صوصات. يعني في الاخر المشروم فيه قيمه غذائيه من بروتين وشويه معادن وشويه حاجات تانية ممكن ان هي تزود لك القيمه الغذائيه بتاعت اللحمه او الفراخ، او لو انت عايز تستغنى عنهم، او الناس الفيجن، الكلام ده حلو جدا بالنسبه لهم. فطر المشروم فيه كميه مضادات اكسده بكميه قويه جدا، وبتخليه من محاربين السرطان الاقوياء جدا. بيساعد في مقاومه نمو الخلايا السرطانيه على اختلاف انواعها، وبالذات سرطان البروستات. المشروم كمان مفيد جدا في تنقيه الكبد من السموم اللي فيه. الستات الحوامل لازم ياكلوا مشروم بكميات كويسه، لان المشروم مصدر قوي جدا للفوليك اسيد. المشروم فيه فيتامين سي وكالسيوم وفيتامين دي، والتوليفه دي كده على بعضها تخلي العظم يبقى 100 100. المشروم كمان بينزل ضغط الدم. المشروم كمان مصدر قوي جدا للحديد، بس مش دي المفاجاه. المفاجاه ان امتصاص الحديد الموجود في المشروم بيبقى سهل جدا على الجسم، وده معناه ان الناس اللي عندهم انيميا كل مشروم هيظبط معاك الكلام. في سيلينيوم ونياسين وبوتاسيوم وفيتامين بي 2. المشروم كمان بينشط عمل البنكرياس والكبد والغدد الصماء، وده بيخليه من الاغذيه المفيده جدا لمرضى السكر. انت شاطر. ونيجي لقطه السعر اللي انا عارف انك قاعد مستنيها من اول الفيديو، بس صدقني الموضوع يستاهل. الايستر مشروم العلبه فيها حوالي 4 قطع عامله حوالي 130 جنيه. اما مشروم الشيمجي زي ما انت شايف كده عمال يسقط منه انا بشيله، العلبه فيها 150 جرام ب 140 جنيه. تيجي بقى للبورتوبيلو المستورد، العلبه 200 جرام عامله حوالي 250 جنيه، وبالمناسبه ده سعر رخيص جدا للبورتوبيلو المستورد. اما البورتوبيلو المصري او الابيض المصري، الاثنين الطبق 250 جرام عامل في حدود ال 23 جنيه. تسالني تقول لي اجيب ايه من كل دول؟ اقول لك هات البورتوبيلو المصري او الابيض المصري. المستورد ده كله هتاخد نفس الفايده اللي فيه من الاثنين دول، بس ما تكلفش نفسك، ما تجيبهمش. ليه؟ عشان انا وفرت عليك، جبتهم مكانك.